أهلا بيكم في فيلم جديد على قناة جولدن إيرا موفيز. فيلم الليلة هو فيلم ذا سينت أو القديس، إنتاج 1997 وبطولة فال كيلمر وإليزابيث شو. تبتدي أحداث الفيلم في ملجأ للأيتام الأولاد والبنات داخل دير في أحد دول شرق آسيا. الأطفال بتتعلم في الدير، لكن كاهن الدير شخص قاسي وعنيف جدا مع الأطفال، وطول الوقت بيذلهم وبيشتمهم، لدرجة إنه مسمي كل طفل فيهم باسم قديس كاثوليكي عشان يفكرهم دايما إن هم أطفال حرام، وأساميهم الحقيقية بتدل على الحياة السيئة اللي هم جايين منها. ومن ضمن الأطفال دي كان في ولد ذكي جدا ومشاغب. الكاهن ما في مرة قفشه في الدرس وهو مش منتبه خالص ومخبي كتاب بيقراه، ومسكه وبيقول له انت اسمك ايه؟ فالولد ما ردش، فقال له الكاهن انت اسمك جون روسي، على اسم القديس جون روسي. والولد رد عليه قال له لا انا اسمي مش كده. وانتهت المناقشة بان الكاهن اخده وحبسه في الأوضة وضربه ضرب مبرح عشان يبطل مقاومة وعنده مضايقة، وبيحرم الأطفال كلهم من الأكل، وبيحبس البنات في العنبر بتاعهم، ويحط وجبات الأطفال كلها في دولاب حديد مقفولة بقفل عشان يحرمهم من الأكل. لكن الطفل جون بيقلب الكاهن وبيسرق منه دبوس عشان يعمل منه طفاشة تفتح كل الأبواب، وبيفتح دولاب الأكل، بيوزع الأكل على الأطفال كلها، وبياخد وجبات يوديها العنبر البنات المحبوسين هم كمان عشان يدي أكل لصاحبته أجنس اللي أكيد جعانة. وصحابه بيقولوا له أنت لازم يكون اسمك سايمون الساحر. قال لهم لا أنا اسمي سايمون تمبلر. وأجنس بتقول له إن الكاهن لو عرف هيعذبك وهيبهدلك. قال لها لا هو مش هيلحق عشان إحنا كلنا هنهرب النهاردة من المكان المخيف ده. فجأة الكهنة بياخدوا بالهم من الأطفال بتحاول تهرب، وبيطلقوا عليهم الكلاب عشان يمسكوا الأطفال. تتخض أجنس من كلب بيهاجمها عشان تقع من مكان عالي جدا، وبتموت قدام عيون سايمون الطفل. وبتفضل الصورة دي دايما في ذهن سايمون. وبتمر الأيام وبتيجي الصورة على سايمون وهو كبير وبقى ما شاء الله نصاب دولي وحرامي محترف، وبيجيله اوردر شغل مطلوب منه انه يسرق مايكروشيب من ملياردير روسي اسمه ايفان تريتياك، وده احد اباطرة البترول والغاز في روسيا. بيروح سايمون متنكر في هيئة واحد روسي، وبتبان موهبته قوي في اللغات والتنكر، وبيقدر يدخل مقر شركة الملياردير ده، وبيوصل للغرفة اللي فيها الخزنة اللي فيها الميكروشيب، وفعلا بينجح انه يعدي كل اجهزة الانذار والكاميرات والليزر، وبيفتح الخزنة وبياخد الميكروشيب فعلا. لكنه بيتفاجئ بابن الملياردير وهو بيهدده بالمسدس، لكن سايمون قدر يهرب من إلى ابن الملياردير بعد مطاردة عنيفة، وقعدوا يدوروا عليه في الشوارع كلها لكنه كان عارف يزوغ منهم. وبتظهر روسيا في الوقت ده مليانة فوضى ومظاهرات بسبب عدم وجود أي وقود للتدفئة، وده سبب موت ناس كتير جدا. وبتيجي الصورة بعد كده على سايمون وهو في الطيارة متنكر كالعادة وهو بيهرب من روسيا بالمايكروشيب، وبيتعرف على واحدة في الطيارة عشان يغفلها ويشيل معاها المايكروشيب، لأنه طبعا مطلوب في كل مطارات الدنيا، ولما هيوصل أكيد هيتفتش. وبعد ما بيخرج من المطار بيقابل صاحبته اللي اتعرف عليها في الطيارة، وبيقضي معاها ليلة لطيفة جدا عشان يسرق منها المايكروشيب تاني اللي هي أصلا ما تعرفش عنه حاجة. بيروح سايمون السيف هاوس بتاعه وبيتواصل مع الشخص اللي بيتولى اتفاقاته مع العملاء، وبيجيله اوردر شغل تاني مع عميل عايز يقابله، وبيقول له احجز ترابيزه في محطه القطر في برلين الساعه كذا ونتقابل هناك. وبيروح المقابله عشان يكتشف ان الملياردير الروسي ايفان هو اللي عايزه في الشغلانه دي، وبيلاقي ايفان وابنه إيلا وعصابته موجودين. وإيلا اول ما بيشوف سايمون بيقول لابوه هو ده الحرامي اللي سرق الميكروشيب من الخزنه بس متنكر. وبعدين ايفان بيقول له تعرف ايه عن الانشطار النووي البارد؟ فبيقول له انها لسه مجرد نظريه بس ملهاش تطبيق عملي لغايه دلوقتي، وانها ممكن تولد طاقه كبيرة جدا من كوباية مية. فبيرد إيفان وبيقول له في عالمة إنجليزية اسمها إيما راسل عاملة أبحاث عظيمة في الموضوع ده، لكن للأسف معرفناش نجيب الأبحاث دي بأي شكل لأنها كتومة جدا ومنعزلة. فبيرد سايمون وبيقول له أنا موافق أعمل الشغلانة دي وعايز 3 مليون دولار. وإيفان بيقول له كتير جدا، وده عشان الأطفال اللي بتموت من البرد في كل حتة. فبيضحك سايمون وبيقول له إن اللي هيبقى معاه الورق ده هيبقى أغنى مصدر للطاقة في الكوكب كله. وبيتفقوا فعلا، وبتيجي الصورة على سايمون وهو رايح جامعة أكسفورد في إنجلترا عشان يراقب ويشوف الباحثة إيما راسل اللي بتقوم بدورها الممثلة إليزابيث شو دي، يتعرف على طريقة كلامها ومشيتها، وبيعرف إن هي مريضة قلب وإنها بتاخد دواء معين مهم جدا لتنظيم ضربات القلب بتاعها، وإلا ممكن بسببه إنها تموت. وبيسيب المحاضرة وبيروح بيتها يفتشه ويشوف ممكن تكون مخبية أبحاثها فين، لكنه بيتفاجئ إن حياتها بسيطة جدا وبيتها من غير أي وسائل إنذار، وإنها بتحب القراية والكتابة والرسم والتماثيل. وبيلاقي في مذكراتها إنها بتتمنى إنها تقابل راجل يكون حنون عليها ويخاف على مشاعرها. وبتيجي الصورة على إيما تاني يوم وهي في المتحف تتأمل في تمثال ما،
عشان تلاقي سايمون عامل فيها شخص بوهيمي وغجري ورحال وقاعد بيرسم التمثال وبيشقطها بالطريقة وبيمشي وينسى نوتة فيها خواطره وكتاباته، وبتاخدها إيما وتقعد تقرأ فيها وبتعجبها جدا كتاباته وبتعلق قوي 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 على أفكاره، لغاية ما بيقابلها صدفة في مطعم وبيقول لها إن القدر منحهم فرصة تانية إنهم يتقابلوا، وإن إحنا قد إيه شكلنا ممكن نكون سعداء جدا مع بعض. والغلبانة طبعا بتصدقه وبتقع في حبه، وهم قاعدين في المطعم بيلاقيها بتطبق حتة ورق وبتشيلها في صدرها وبتضحك بكسوف قوي، وهي بتقول له إنها بتشتغل على معادلات مهمة وإن أي فكرة بتجيلها بتكتبها مباشرة على أي حتة ورق وبتخبيها في المكان ده، أأمن مكان جنب قلبها. هو بيمارس خفة اليد وبيطلع منها الورقة يقرأ اللي مكتوب فيها وبيقول لها انطباعه عنها، وطبعا هو بيقول لها كل معلومة عنها صح عشان تقع أكتر في غرامه. بيعرفها بنفسه إنه اسمه توماس مور على اسم قديس كان محب للخير قوي زمان، وبعدين بيعمل حركة كده يعني بلدي إنه بيعور نفسه بيها عشان خاطر يصعب عليها. فعلا بتاخده بيتها تعالجه وبيقضوا ليلة لطيفة جدا سوا، وبيبعت سايمون لإيفان يطلب منه بقية أتعابه وعايز فلوس زيادة كمان، وبيبعت له صور معادلات اللي سرقها من البنية. تصحى إيما تاني يوم على إنها لوحدها وإن صاحبنا طلع نصاب وسرقها. من ناحية تانية إيفان بيدي للعلماء بتوعه كل الأوراق اللي بعتها سايمون عشان يشتغلوا على المعادلات دي ويتأكدوا من صحتها، وكان إيلا ورجالة إيفان حددوا مكان سايمون رايحين يخلصوا عليه، لكنه عرف يزوغ منهم كالمعتاد. من ناحية تانية كانت إيما قاعدة في سكوتلاند يارد مع المحققين بتقدم بلاغ في السارق ده عشان المحققين يطلعوا ملف ضخم لسايمون بكل الصور اللي اتنكر فيها قبل كده وكل الأسامي اللي يعرفوها عنه. والمحقق بيقول اكيد هرب من انجلترا كلها النهارده الصبح، عشان هي طبعا يلفت نظرها ان كل الاسامي اللي بيختارها النصاب ده هي اسامي قديسين اساسا. وبتقول له المحقق هاتولي اسامي المسافرين من لندن النهارده وانا هطلعه من وسطهم. وبتيجي الصوره على سايمون وهو رايح النايت كلاب بتاع ايفان في موسكو، وهو القادر متنكر في صوره ايفان نفسه وبيقابله بنفس صوته وصورته وبيجبره على انه يحوله الفلوس اللي كان ايفان عايز ياكلهم عليه. وبيهرب وبيطلع على الاوتيل اللي نازل فيه عشان ياخد بقيه حاجاته ويعمل تشيك اوت ويخلع من روسيا كلها، عشان يتفاجئ بإيما واقفة وراه وبتقول له هو انت ليه عملت كده؟ وبيجي البوليس الروسي عشان يقبض عليه، لكنها بتتفاجئ ان البوليس الفاسد بيقبض عليها هي كمان معاه، وبيحطوهم هما الاتنين في البوكس وبيطلعوا بيهم. وفي البوكس إيما بتتعب لان دواء القلب بتاعها هي نسيته، عشان تتفاجئ انه مخبي الدواء بتاعها في جيبه. وبعدين بينطوا من العربيه اللي كانت واخداهم لبيت ايفان اصلا مش للسجن، وايفان بيتجنن لما بيلاقي عربيه الترحيلات فاضيه والبوليس الروسي بيمشط البلد كلها عليهم. ومن ناحيه تانية بتكتر الفوضى والوفيات في موسكو بسبب قله الوقود. بيبان ان كل ده بتدبير من ايفان عشان يورط الرئيس الروسي ويعزله من الحكم ويركب هو مكانه بمساعدة الجيش، بس عايز يوصل للاختراع السري ده اللي هيوفر له طاقة تخلي الشعب يحبه، وطبعا هيبيع ويكسب مليارات. من ناحية تانية سايمون وإيما بيروحوا محطة القطر في موسكو عشان سايمون مخبي أوراق هوية جديدة ليه هناك، وبيعرض عليها الجواز وهي بتفرح قوي، لكنها للحظة بتحس انه عايز يتجوزها عشان يبيع الاختراع بتاعها، وبتقرر تهرب منه. وفعلا بتهرب منه عشان يمسكها واحد من العصابة جوه المحطة، لكن سايمون بيلحقها وبيضربه وبيخلصها وبيقول لها لو عايزة تفضلي عايشة ما تسيبيش ايدي تاني. وبيهربوا من المافيا فعلا وبيستخبوا تحت كوبري، وبيتزحلق سايمون في نهر متجمد، لكن إيما بتقدر تطلعه من المية وتاخده وتستخبى بيه في بيت روسي في عائلات كتير جدا، وبتحاول تدفيه بجسمها وتحضنه عشان تدفي جسمه قبل ما يموت من البرد. هو بيعترف لها باسمه الحقيقي وتاريخه كله، وبتصل المافيا للبيت اللي مستخبيين فيه وهم بيقدروا يهربوا منهم بالعافية برضه، وبينزلوا أنفاق المجاري اللي تحت المدينة، وبتقابلهم واحدة روسية بتبيع مسروقات، وسايمون بيطلب منها إنها تدله على النفق اللي يطلعهم قدام السفارة الأمريكية بالظبط. هي بتساومه على فلوسه وساعته، وفي نفس الوقت المافيا بتطاردهم جوه الانفاق لغايه ما بيطلعوا من النفق قدام سفاره امريكا بخطوات عشان يتفاجئوا ان عربيه إيلا والمافيا واقفه فوق مكان خروجهم بالظبط. فبيقول لها سايمون انا هحاول اشغلهم واشتبك معاهم وانتي تطلعي جري باقصى سرعه لغايه باب السفاره وتنطي جوه. طيب انا هشوفك ازاي تاني؟ قال لها انا هلاقيكي زي ما انتي لقيتيني قبل كده. فعلا بيطلع سايمون يجري قدام إيلا عشان يشد انتباهه لغايه ما بيمسكوه. في اللحظه دي بتكون إيما قدرت توصل للسفاره وتدخل وتترمي في ايد حرس السفاره، وإيلا طبعا مش بيلحقها وبيرجع على سايمون، لكن سايمون كان مفخخ عربيه إيلا اصلا اللي انفجرت وشوهت وش إيلا، وسايمون طبعا فص ملح وداب. تيجي الصورة على إيفان وهو بيشوف وش ابنه اللي اتشوه، والعلماء كمان بيقولوا له إن المعادلات طلعت ناقصة، وبالتالي فكرة الانقلاب والسلطة والاختراع دي كلها بلح. وكمان خايف من ان إيما لما ترجع بلدها تفضحه، بيوصي رجالته ان إيما ما ينفعش توصل المطار حتى لو هتفجروا المطار نفسه. في نفس الوقت هو رايح عشان عنده اجتماع مع الرئيس الروسي،
عشان يقنعوا بمشروع الانشطار النووي ده، بحيث انه يورطوا قدام الشعب وبالاتفاق مع الجيش انه ينقلب عليه وهو يمسك الحكم. سايمون طبعا كان جوه الاجتماع متنكر في صورة سيدة عجوز بتنظف المكان، وبعدين راح لإيما السفارة الأمريكية يطمن عليها وهو برضه متنكر في صورة قديس تاسع بقى ولا عاشر الله أعلم، وبيعرفها إن رجالة إيفان هيحاولوا يمنعوها من الوصول للمطار، وإن هي لازم تكمل المعادلة الناقصة وتبعتها له بالفاكس ضروري عشان يقدر يكشف المؤامرة دي. وبيختفي من قدامها وبيرجع السيف هاوس بتاعه عشان يتصنت على إيفان ويعرف تفاصيل خطة الانقلاب، وبيبعت يجيب صاحبته تاجرة المسروقات عشان تعرفه من خريطة الأنفاق إيه النفق اللي يوصله لجناح الرئيس الروسي داخل الكرملين. وفي نفس الوقت إيما بعتت له المعادلة اللي هتحل كل شفرة المعادلات التانية كلها، وبياخد المعادلة دي وبيتسلل لمعمل إيفان عشان يقابل العالم اللي بيصنع الاختراع ويقنعه إنه يصنع قنبلة بالمعادلة الجديدة دي عشان يرحموا شعب روسيا اللي بيتجمد بره ده. وبعدين بيروح سايمون يتنكر في صورة الرئيس الروسي نفسه وبيتسلل لأوضة نوم الرئيس الروسي عشان يشرح له كل تفاصيل المؤامرة اللي بيعملها إيفان عليه، وبيقول له عايزك توافق إيفان على كل كلمة بيقولها لك قدام الشعب في الخطاب عشان تقدر تثبت عليه خيانته قدام الشعب كله. وبيجي الحرس يعتقل الرئيس فعلا وياخدوه لساحة الشعب قدام الجماهير في الميدان الأحمر عشان يحاكموا إيفان قدام الناس على إنه فاسد. وطبعا بيقبضوا على سايمون مع الرئيس على إنه الجاسوس المتواطئ مع الرئيس في خيانته للشعب. وبيطلع إيفان على الدبابة في وسط الميدان الأحمر عشان يخطب في الشعب إن الرئيس الفاسد ده والجاسوس ده كانوا بيضيعوا فلوس البلد في عمل اختراع فاشل عشان يتربحوا منه وتسببوا في موت الأبرياء من البرد بسبب فسادهم. وبيشغل المفاعل فعلا عشان يبقى دليل إن الرئيس فاسد، فبيكتشف إن المعادلة فعلا الجديدة اللي هو ما يعرفهاش اشتغلت بجد، وإن قنبلة الانشطار هتتفعل بجد عشان يقوم الملايين من الشعب بالقبض على إيفان وأولاده وقادة الجيش الخونة ويحرروا الرئيس الروسي وسايمون. وبتيجي الصورة على إيما في سكوتلاند يارد هم بيسألوها عن سايمون وهي بتضللهم، وبتيجي الصورة بعد كده وهي بتقابل سايمون في مكان ما في الريف الإنجليزي، بيقضوا وقت لطيف جدا سوا عشان يصحى تاني يوم يلاقيها سايباله ورقة بتقوله إنها تعمل مؤتمر صحفي تعلن فيه إن كل أبحاثها بقت مجانية، وهو بيلحقها عشان يقول لها إنه هو مش هيسيبها تاني أبدا. وبيحضر معاها المؤتمر وهو قاعد جنب مفتشين سكوتلاند يارد اللي بيدوروا عليه عشان تنتهي أحداث الفيلم على كده. وأشوفكم في فيلم جديد.